بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، نتمنى تكونوا كامل لاباس. اليوم رايحين نديروا بطاطا ودجاجة محمرين في الكوشة بطريقة شوي مختلفة. الدجاجة رايحة تجي طايبة زبدة وبنتها بنة، وشوفوا مصداقية الوصفة. نروحوا الآن طريقة تحضير. هنا عندي حبة تاع بصل تكون كبيرة، قطعتها رقيقة خلاص كيما راكم تشوفوا، وندي نحطها تتقلى في شوية تاع زيت على نار قليلة، ومرة على مرة راني نحرك حتى تذبل وتدي لون. هنا نطفي عليها ونخليها تبرد. من جهة أخرى نروح للدجاجة بعد ما غسلتها مليح ونظفتها، نجي نفصل الجلد هذا اللي راكم تشوفوا فيه من كل الاتجاهات. راكم تشوفوا فيا راني حاولت نفصله. هنا بعد ما بردت البصلة نزيد لها مغرفة كبيرة معمرة بومبي تاع زبدة، ونزيد لها عصير نص حبة ليمون، ونجي نتبل. عندي ملح، فلفل أسود، فلفل أحمر، كزبر، توابل الدجاج، زنجبيل، وعندي ثوم غبرة. نخلطهم مليح حتى يوليو لي بهذا القوام. من بعد نهز كمية ونحطها تحت الجلد ونبدأ نوزع فيها كما راكم تشوفوا. وزعوها على كافة الدجاج، على الفخاذ، على الظهر، كما راكم تشوفوا كامل. ومن بعد نجيب 3 مغارف كبار تاع زيت، ونزيد نحط نفس التوابل اللي حطيتهم قبيل، ونخلطهم مليح. هنا عندي حبة تاع بصل تكون كبيرة، نحيت منها قيس ربع، والباقي قطعته شرائح وحطيته في البلاطو من تحت، ونزيد ربع فصوص تاع ثوم، ونجيب الدجاج هذيك ونبدا ندهنها. ادهنوها كامل من تحت ومن فوق. ومن بعد نجيب دبشه ومعدنوس وورقه رند ندخلهم هنا من الداخل، ونزيد ربع تاع البصله اللي خليته قبيل، ونجي نشبح رجليها. والجنحين كنت حكمتهم بالكيرتون كما راكم تشوفوا. هنا نغطيها بورق الطبخ، قبل نجيب حوالي نص كيس تاع ماء، ومن بعد نشمخ ورق الطبخ نغطيها من الفوق، ونزيد ندير لها حوالي 3 طبقات تاع ألمنيوم، نقفل عليها مليح باش البخار يولي لها لداخل وطيب لي، وندخلها للفرن على درجة 170 من فوق ومن تحت مدة 1.5 ساعة باش نخرجها. نجي للبطاطا هنا انا قطعتها متوسطة الحجم، ماهي صغيرة ماهي كبيرة، وتبلتها ملح، فلفل أسود، كمون، وثوم غبرة، ونزيد لها 3 مغارف كبار تاع زيت، ونخلطها مليح. من بعد نجيب البلاطو نفرش له ورق الطبخ، ونحط البطاطا كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. وهذاك الخليط اللي يبقى لي نزيد نفرغوه عليها، وندخلها للفرن تطيب على درجه 170 من فوق ومن تحت حوالي 25 دقيقه حتى تحمر. شوفوا البنات تلقاوها طايبه. هنا الصوره راهي تعبر وحدها. وشويه نبركم البطاطا المقليه. هنا بعد مرور 1.5 ساعة نجي نحي الألمنيوم وورق الطبخ على الدجاجة كما راكم تشوفوا. لازم 1.5 ساعة البنات باش تطيب لكم مليح. ونبدا هنا نهز في العصاره هذيك اللي طلقتها الدجاجة، ونكب عليها من فوق او نوزع عليها من فوق، ونعاود ندخلها للفرن تحمر لي بهذا اللون. ومره على مره راني نحط عليها في العصاره. شوفوا اللون اللي خذيته البنات. وهذيك العصاره اللي بقات لي نجيب الاشوار وندي نرحيه حتى تولي لي بهذا القوام. شوفوا البنات، وهاي الدجاجة والبطاطا تاعنا محمرين في الكوشة واجدين. زيدوا لهم هذيك الصلصة، وش نقول لكم، بنة على بنة. صحة فطوركم البنات. سلام.